ناري ناري يا خوتنا التوانسه مخبي علينا وصفه كيما هذه هي عصيده الزقوقو كيصايبوها غير التوانسه في العيد المولد النبوي او كتحليه رمضانيه. والزقوقو اللي غيسولني عليه هو زريعه الصنوبر. هنا في بول خديت 250 غرام تاع الزقوقو اللي ديجا مرحي وقار زيتو، وزدت عليه يطرو ديال الماء. كنبداو كنحلو هذاك الزقوقو مع داك الماء. كاين اللي كيستخدم يدو، انا خدمت الفوي. كنحلوه مزيان مزيان مع الماء، من بعد كنميكسيوه وكندير عليه بلاستيكه، كنخليه واحد 3 ديال السوايع كيرتاح باش كيطلق داك الفوائد ديالو بعد ما رحيناه. وهنايا كندوز كنصفيه. هذه المرحله الاولى كنصفيه على هذا الشكل. هو نورمالمون كيكون واحد الغربال اللي سبيسيال، كيكون بحال مصايب من الثوب، لان هاد العصيده كيخصها تجينا رطبه. دونك هنايا صفيتو المره الاولى، غادي ندوزو باش نصفيوه المره الثانيه. دونك غادي يتصفى 3 ديال المرات. الا وصلتوا حتى لهنا وما كنتوش مشتركين في القناه، كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتشجعوني بجيم وكومونتير زوين، وتخليو لي عندكم شي تساؤلات خليوها لي. دونك هاد العصيده كتصايب غير في تونس، التوانسه اللي كيصايبوها. دونك شوفوا هنايا من بعد ما صفينا المره الثالثه غنزيد 150 غرام ديال الدقيق وغنحركها مزيان مزيان. وحتى في هذه المرحله غادي نصفيها باش ما يبقاوليش هذاك الكعابر ديال الدقيق. دابا اخر حاجه كنقلبها في الطنجره وكنديرها على نار مهيله مع التحريك المستمر، ما نوقفوش باش ما ديرناش كعابر وباش ما تعجنش. هنايا من بعد ما كتبدي كتبقبق بحال هكا كنزيد 3 المعالق كبار ديال السكر، وكيبقى داكشي على حسب الذوق. وكنستمر في التحريك ها نتوما حتى كترجع القوام ديالها بحال هكا. وديريكتومون كنديرها في الكيسان اللي غادي نقدمهم فيها باش ما تيبسش. هنايا كنخليهم على جنب. كندوز كنقاد الكريمه، عندي 500 مليلتر نتاع الحليب، 2 معالق كبار ديال السكر، و2 معالق كبار نتاع النشا. قبل ما نطفي عليها كنزيد عليها شويه العطرشيه اولا ما ورد اولا ما زهر، وكنفيرسيها فوق العصيده ديالي على هذا الشكل، وكنخليها حتى كتبرد تماما. وكندوز من بعد كنزينها، كل واحد كيزينها كيف ما بغى. انايا قدمتها على هذا الشكل، وبصحه والراحه.